اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن الدوت اوبريتورز. وليكن هعمل متغير اسميه اكس واديله تكست واسميه احمد واعمل برنت للاكس دي، فكده ده يعتبر من النوع سترينج. لو جيت عملت رن من نوع السترينج، تمام. طيب ايه الدوت اوبريتورز دي؟ انا لو جيت عند الاكس دي وعملت دوت ظهر لي اقتراحات. دي عبارة عن حاجتين، يا اما مهام تقدر تقوم بيها يا معلومات انت محتاج تستعلم عنها. بمعنى لو لقيت علامة المفتاح دي فدي كده معلومات انت محتاج تستعلم عنها. طب لو لقيت العلامة اللي هي المكعب ده والقوسين دول فدي كده مهام انت تقدر تقوم بيها. وليكن انا هنا في حاجة اسمها لينس، فانا عملت اكس دوت لينس. ده هيعمل لي ايه؟ ده هيجي لي عند كل حرف ويعرف لي اللينس بتاعها. يعني دي كده احمد 5، فهو هيطبع لي 5. طيب وليكن انا عايز مهام اقوم بيها في حاجة اسمها تو ابر كيس، فدي كده هتخلي لي احمد كلها ابر كيس، او تو لور كيس دي كلها هتخليها لور كيس. طيب هل كل المتغيرات ليها نفس المهام او نفس الحاجات اللي بستعلم عنها؟ لا، دي حاجة نوع البيانات هي اللي بتحددها ايه المهام وايه المعلومات اللي اقدر اقوم بيها. يعني انا لو جيت هنا وخليت ده مثلا 15 فده كده بقى انت. يعني لو جيت عملت هنا دوت الموضوع اختلف، هتلاقي حاجات كتير مش هياها. يعني لو جيت عملت مثلا لينس مش لقيت بيت لينس، طالما الاسم اتغير فمعناها كده ان الحاجة اللي هتعملها حاجة مختلفة. فانا مثلا ايه اللي ممكن اعمله هنا؟ وليكن عايز احول ال 15 دي لدبل، ساعتها لو جيت اعملها بقت 15.0 فكده بقت دبل. او اعمل هنا مثلا 15 بوينت ونص وخليتها تو انت، فكده هيجيب لي ان هي انتجر. فهنا نوع البيانات هي اللي بتحدد ايه المهام وايه اللي انت ممكن تستعلم عنه. وطبعا في حاجات كتير جدا ممكن تقابلك، بس يعني ايه، انت جرب وشوف النوع المتغير وجرب كل واحدة فيها ايه وعيش بقى براحتك. كده يكون درسنا عن الدوت اوبريتورز خلص. ما تنساش المتابعة عشان الدروس الجديدة. سلام.